انا مش مخلفه، وجوزي توفى من فتره، وبعد منه اتجوزت تاني راجل معاه 3 عيال كانوا ساعتها في المرحله الاعدادي والابتدائي. وانا بقالي حوالي 3 سنين اهو متجوزه. حصل الحمل يمكن 3 مرات، لكن مع الاسف ما بيكملش، وبتعب قوي وبأجهد، يمكن ما بقدرش اقوم من السرير. لكن المطلوب مني ان انا انضف البيت فوق وتحت، لان هما شقتين فوق بعض، ولاده في الشقه اللي فوق واحنا قاعدين في الشقه اللي تحت، ومعايا حماتي بطلباتها بقعدتها في اوضتها. انا بخدمها والله ما بعترضش، لكن جيت قلت طيب تطلع تقعد مع الولاد فوق، هي تبقى ونس ليهم وانا برضو بخدمها. وهي بتحلف ان هي ما دخلت شقه ابنها غير لما مراته الاولانيه ماتت. والعيال اهو مره يعملوني كويس ومره يعملوني وحش، وانا بصراحه نفسيتي تعبت جدا، حتى الحمل ده ما بقتش افكر فيه. كمان ابوهم سلبي جدا، البنت الكبيره متعلقه بيه كتير قوي، وانا حاولت اصاحبها بس مفيش فايده. والولد الوسطاني ده بقى حدث ولا حرج، لسانه ما بيسكتش لدرجه انه بيتطاول على سته كمان، والمفروض ان هو كبير، ده في المرحله الثانوي دلوقتي، وما يعرفش عن الذوق حاجه خالص. ولو انا اتدخلت يقول لي انت بتدخلي ليه، انت مالك؟ ولو جيت اشتكيت لابوه يغلطني انا، انت ايه اللي دخلك، مالكيش دعوه، سيبيني مني ليه. فاستغربت من معاملتهم وطريقتهم مع بعض. انا يا دوب حاسه ان انا جايه هنا خدامه وبس، لا اتدخل في حاجه ولا ليا حاجه ولا اعرف عنهم حاجه. لدرجه ان انا بعرف ساعات حاجات بالصدفه، ان هم مخبيينها عليا، بلاقيهم قاعدين كده مع بعض في الاوضه، واسمع منهم طرطيش كلام لما بيتكلموا مع بعض. فزهقت وتعبت وزعلت منهم، لدرجه ان هم النهارده راحوا مصيف، انا ما رحتش معاهم. قلت لهم مش هروح، حضرت لهم الشنط وقلت لهم اتفضلوا، قلت هقعد في البيت لوحدي احسن. وكان صعبان عليا نفسي قوي ان انا مش فارقه معاهم، ولا حتى حد قال لي لا لازم تيجي، او لا مش هنروح من غيرك. لا، وكمان انا فوجئت ان اخويا بعد ما نزلوا بشويه بيكلمني وبيقول لي جوزك قال لي ان هو اول ما يرجع من المصيف عايز يقعد معانا قعده، وبيقول له زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف، لان اختك بتدلع وانا ما ينفعنيش الكلام ده. طب بالذمه هو مين اللي غلطان في الموضوع ده كله، انا ولا هما؟ وانا دلوقتي مش عارفه اعمل ايه. والمفروض ان خلاص هما كلها كام يوم وهيرجعوا وهروح بيت اهلي، انا اتصرف ازاي؟ انا متجوزه بقالي 4 سنين وعندي طفلين، بس اول سنتين كانت طبعا في مشاكل كبيره بيني وبين جوزي، وكمان اتدخلوا اهله فخربوها اكتر. فغضبت ورحت بيت اهلي، وهو من ساعتها راح مجهز ورقه وراح مسافر بلد عربي، وسابني في بيت اهلي السنتين دول كلهم، لا بيسأل ولا بيتكلم، وانا معرفش عنه حاجه، لغايه ما جه وصالحني واخد لي شقه بعيده عن اهله ليا لوحدي. فبقت الدنيا كويسه والحمد لله الحياه مستقره. لكن المشكله بدأت امتى؟ بدأت في الوقت اللي انا اتعرفت فيه على واحده على طريق الفيس، بقينا اصحاب ويمكن اكتر من الاخوات كمان. هي من محافظه في وجه بحري وانا من الصعيد، وكانت دايما بتحكي لي عن حياتها الخاصه كتير، وكان فيها حاجات المفروض لا تتقال ولا تتحكي، بس هي كانت واثقه فيا وثقتها في محلها والله. بس المشكله بقى ان جوزها وقع في ايده موبايلها القديم اللي عليه المحادثات دي كلها، وعرفت بعد كده ان هو اللي بقى بيكلمني مش هي، وانا طبعا ما اعرفش كل ده. فكنا بنتكلم عادي، نفتح مواضيعنا المعتاده، فطبعا عرف حاجات هي كانت مخبيها عليه. المهم الموضوع كبر ووصل ما بينهم للطلاق، وكان عاوزني اشهد معاه في المحكمه، لكن انا طبعا رفضت لانها صاحبتي. فبدأ يهددني على الماسنجر وعلى الواتس ان هو هيقول لجوزي ان في حاجه ما بيني وما بينه عشان يخرب عليا بيتي زي ما انا خربت له بيته. وانا لا خربت ولا حاجه، انا مالي وهعرف منين ان هو اللي ماسك الموبايل؟ وانا اخرب الدنيا ليه؟ ده هي كانت صاحبتي. المشكله دلوقتي ان انا خايفه ومرعوبه لحسن جوزي يصدق اي كلام من الكلام الغلط ده، ولا حتى يشك وبيتي فعلا يتخرب. انا حياتي ممكن تنتهي في اللحظه دي، لان انا وولادي واهلي هتبقى سمعتنا مش قد كده. فبقيت مش عارفه اعمل ايه، شوروا عليا.